السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، معكم مستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد عن ذكر الله. في الحقيقة أنه علم الحديث جعل الناس تلتفت عن القرآن الكريم وتبتعد عن القرآن الكريم وتبتعد عن نصائح القرآن الكريم، بل وتناقض القرآن الكريم. هي دي الحقيقة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول حاجة انتوا ما بتعملوهاش، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى إذن هل حضرتك بتستغفر ربنا باستمرار علشان ربنا سبحانه وتعالى يديك فلوس ويديك عيال ويديك جاه ويديك كل حاجة؟ لا طبعا. الاستغفار ده يعني بس لما تعمل حاجة غلط تقول استغفر الله العظيم، انما ده المفروض الاستغفار ده استغفار دائم دائم. هكذا يجب ان يكون. ربنا بيقول كده، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يعني ايه يرسل؟ يعني يديك من خيرات السماء الكثير والكثير، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. في عندك حديث يقول حاجات زي كده؟ يعني شوف انت القرآن بيقول ايه وانت قاعد بتفضل الحديث وبص الاقي عندك شيخ يقول لك ان السنة 3/4 الدين. يعني لا حول ولا قوة الا بالله. لما ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا ويقول لنا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، ليه ما بتسبحش بحمد ربنا وتستغفره عشان يتوب عليك؟ يعني ليه؟ عشان ايه؟ ربنا بيقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. هل بتعمل كده؟ ما بتعملش. ليه؟ اصل انت مكتفي بالركعات اللي انت بتركعها وخلاص. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كمان ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. شفت قيمة التسبيح قد ايه بقى؟ وقيمة الاستغفار طبعا. يبقى اذن احنا محتاجين يعني نهدى شوية من ناحية السنة، وخصوصا السنة او الاحاديث. انا مش ما بسميهاش سنة الحقيقة، انتوا اللي مسمينها سنة. الاحاديث المناقضة لكتاب الله عز وجل. وفي الدنيا حد يقول ان النساء ناقصات عقل ودين الا اذا كان مخبول؟ ايوه مخبول. اللي بيقول ان النساء ناقصات عقل ودين مخبول. ليه؟ لان ربنا قال الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. انت بتناقض. ما فيش حد ابدا يقول ان المسيحي كافر. ليه يا عم؟ ما هو مش كفر بالاسلام ان الدين عند الله، عشان انت ما انتش فاهم حاجه والفقيه بتاعك مش فاهم حاجه. الفقيه بتاعك مش فاهم يعني ايه ان الدين عند الله الاسلام. ما الانجيل نزل بالاسلام ولكن في نسخة اخرى، والتوراة نزلت بالاسلام ولكن في نسخة اخرى. ده اسمه الدين، ان الدين عند الله الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام يعني ان كل ما نزل من السماء اسلام. ما انتش عارف تسكت خالص. مش الاسلام اللي هو يعني القرآن واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم، القرآن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إسلام، لكن أيضا الإنجيل نزل بالإسلام والتوراة نزلت بالإسلام. لكن أنتوا اتربيتوا تربية خاطئة، اتربيتوا على العدوانية والقتل. امال ايه؟ مش الشيخ بيقول لك من بدل دينه فاقتلوه؟ من بدل دينه فاقتلوه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا إكراه في الدين. من بدل دينه فاقتلوه. علشان حضرتك هتستتيبوا 3 أيام. انت كده الأئمة بتوعك دول يعني قنطوا من رحمة الله. طب ما ممكن الراجل بدل ما بتتوبه انت في 3 أيام وبعد كده تقتله، ممكن يتوب بعد شهر، بعد سنة، بعد 5 سنين. المهم يتوب قبل ما يموت. انت ليه بتتعجل موته وتقول لي يتوب 3 أيام؟ اصلا الفقيه بتاعك مش فاهم حاجة. مش فاهم حاجة.
عمل شريعة مخالفة للشريعة. ادي كل الحكاية، وانت اعتمدت على الشريعة بتاعته سواء في الاحاديث او سواء في الفقه. ادي كل الحكاية. دي مشكلة كبيرة يا اخوة. على فكرة ممكن تلاقي عيني مش في عينك وانا بتكلم، لان انا عندي نزيف في عينيا الاتنين حاليا، بقاله دلوقتي 14 يوم، والدكتور قال لي هتفضل كده 3 اشهر. فاسال الله سبحانه وتعالى الشفاء. شكرا جزيلا يا اخوة. انا ارجو بس ان انتوا تعتمدوا اعتماد كلي وجزئي على القرآن وما يوافقه من الاحاديث. شكرا جزيلا يا اخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.